يقولون الحوثي يتعلق بطهران، ويقولون الإصلاحي يتعلق بالسعودية، ويقولون الانتقال والمؤتمر يتعلق بالإمارات. إن كان هذا حق، أنا دوري الآن ليس أن أبرئ فلان مما يقال، ولا أن أتهم حتى الحوثي في هذه الخطبة. أريد أن يكون الكلام عاما في الناس جميعا. إن كان هذا حق، فيجب على الناس أن يعلموا أن التعامل الداخلي مع الخارج لا يجوز إلا بشرطين في نظر الشرع والعرف والعقل. لا يجوز أن يتعامل أحد من الداخل مع أناس من الخارج إلا بشرطين شرعا وعرفا وعقلا. أما الشرط الأول أن يكون التعامل مع الخارج هو تعامل دولة لدولة. فإذا كان تعامل أفراد بداخل الدولة مهما على منصبه يأتي ويتعامل مع الخارج مباشرة، فهذه جناية وهذه خيانة لا يمكن أن تغتفر في حق الشعوب. لا بد أن يكون التعامل تعامل دولة مع دولة، وأن يكون التعامل أيضا قائم على المصالح المتبادلة، ليس تعامل التابع بالمتبوع، ولا تعامل الخاضع للقائد، ولا تعامل المقود بالقائد، ولا تعامل الخاضع الخانع الراكع. إخواني وأحباب الكرام، الخارج إن جاء للداخل أيا كان هذا الخارج هو يشارك بالمغنم ولا يشارك بالمغرم. فالدماء إن أريقت وأزهقت وسفكت وسفحت هي دماء اليمنيين، والأوطان إن استبيحت وانتهكت هي أوطان اليمنيين، والأرض إن تقسمت وتشطرت وتبترت هي أرض اليمنيين. لن يخسر الخارج شيئا. أما آن لليمنيين إن كان بقي فيهم بقية من حكمة أن يعلموا أن هذه هي أرضهم وهذه بلادهم وهذه دماؤهم، ولا يمكن أن يحرص عليها خارجي كما يحرص عليها من هو في الداخل. إن الحلول التي تأتي من الخارج هي حلول مقولبة معلبة، ولا يمكن أن يحل وضع اليمنيين ما لم يأتي هذا الحل من الداخل. أيها الأحباب الكرام، إن من هذه الجنايات التعامل الفردي مع الخارج. ما عمل حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما عمل حاطب وكان من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان، لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة كتب إلى أهل مكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم. فنزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب قد كتب كتابا إلى قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير بن العوام وقال: إن هناك ضعينة قد تكون في مكان اسمه روضة خاخ، فإن أدركتماها فأمرها أن تخرج الكتاب الذي معها. فانطلق علي والزبير حتى وصلوا إلى روضة خاخ ووجدوا هذه الضعينة وقد أدخلت الكتاب في ضفيرة شعرها، فامتنعت وقالت: ليس معي شيء. قال علي: إن رسول الله قد أخبرنا بذلك، ولا والله ما كذب ولا كذبنا، إما أن تخرجي هذا الكتاب أو لنجردنك حتى يخرج هذا الكتاب. فأخرجته من عقيصتها من الضفيرة، فجاء هذا الكتاب حتى وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: لا حصانة لأحد أن يتعامل مع الخارج فيما يضر الداخل. قال رسول الله: ابعثوا إلى حاطب حتى يمثل بين يدينا ونواجهه بكتابه هذا. فجاء حاطب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، كنت امرأ دخيلا على قريش، لست من قريش، وإن أبنائي وأهلي بمكة، فأردت أن أصنع لهم معروفا أقدم لهم جميلا فيحفظوني في أهلي وأولادي هناك. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إنه من أهل بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إذن الذي غفر لحاطب هذه الجناية هو كونه بدريا، ومع ذلك قد صارحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له زلله وأوضح له خطأه حتى يرعوي ويرجع عن هذا الخطأ. أيها الأحباب الكرام، نقولها وللمرة الألف: آن لليمنيين أن يصنعوا حلا لبلادهم بأنفسهم. ستلعن الأجيال هذه الثلة وهذه الحقبة التي تداولت على أمر اليمن. أيها الأحباب الكرام، إن الارتهان للخارج جناية وخيانة أيا كان هذا الخارج، ولا يمكن، لا والله، إن النار لا تحرق إلا رجل من يطأها. الذي يطأه من يشعر بالآلام. النساء التي تتأيم هي نساء اليمنيين، الأطفال التي تتيتم هي أطفال اليمنيين. ما يضير الخارج أن يشارك في المغنم وليس عليه شيء من المغرم. والله يا إخواني، لقد آن للناس جميعا أن يعقلوا وأن يرعوا عن هذا الأمر.